السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نهضروا على سعد المجرد، أو على المحامي ديال سعد المجرد. كما تشاهدون الحكم على المحامي سعد المجرد ب3 سنوات حبسا. هناك كان اصدر القضاء الفرنسي عقوبة للمحامي ديال سعد المجرد ب3 سنوات. المحامي تيري هوزكون، اللي كان كينوب على سعد المجرد في قضية اغتصاب الفتاة الفرنسية. ومن كذلك هناك مصادر إعلامية فرنسية قالت بأن المحامي ديال سعد المجرد كان تورط في ملف الفساد واستغلال النفوذ. وكذلك رئيس الجمهورية الفرنسية السابق نيكولا ساركوزي كذلك بدوره أدين من طرف محكمة الاستئناف الفرنسية كذلك ب3 سنوات حبسا، وكذلك عقوبة التجريد من الحقوق الوطنية، لأن كل من المحامي ديال سعد المجرد كان تمت إدانة بناء على تسجيل، كانت هناك تسجيل مكالمات بينهما من طرف الأجهزة الأمنية المخصصة تحت إشراف قاضي تحقيق فرنسي. كان كيشتغلوا في سرية منظمة أو في سرية مطلقة حول هذا الملف المثير للجدل. لنستمع لبعض النقط لأن أو لما الحكم أدلى به الذي محامي صدر بحق سعد المجرد. المجرد ليس فقط مبالغا فيه أو مفرطا، ولكن لا يتوافق مع حقيقة القضية. نحن نعتبر بأنه من خلال اعتبار سعد المجرد مذنبا، فإن المحكمة قررت إعطاء الأفضلية لرواية السيد بريو على حساب السيد المجرد. إن المحكمة قررت هذا الحكم ليس لرواية أخرى، لكلام شخص وليس لكلام شخص آخر. إن المجريات الأمور أوضحت بأن السيد سعد المجرد كان مليئا بالاحترام للنساء والأشخاص الذين يتابعونه كل الوقت وهو نجم. إن السيد سعد المجرد أظهر وأثبت مرارا بأنه شخص غير عنيف، وبأن خبراء أظهروا بأنه، وبغض النظر عن كل المجريات، بأن رواية أو ما حصل مع سعد المجرد لا يتعرض أو يتأثر بأي مرض نفسي أو وضع نفسي من أي وضع. إن أصدقاء وعائلة سعد المجرد المقربون منه وأصدقاؤه والمعجبون به يعتبرون ويؤكدون بأن ما نسب لسعد المجرد ليس مثبتا، وبأننا سنستمر في هذه المعركة لكي يخرج سعد المجرد قريبا من السجن، وأن يتابع معركته لكي يتابع عمله الفني الذي لديه الكثير من المعجبين حول العالم. شكرا على المشاهدة، وإلى أمل اللقاء بكم في فيديو جديد. دمتم في رعاية الله.